السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على خشب السويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا دولت ركنتين، دي ركنة ودي ركنة لوحديها بتاعت عميل ودي بتاعت عميل تاني. طبعا في سرير وهنا برضو في سرير، لكن مفيش سحارات في الاتنين، وسبحان الله الاتنين نفس المقاس واحد، سواء ده او ده، مع اختلاف الشازلونج في اللي هنا عدل وهنا جاي دوران. ده من ضمن الخشب اللي انا بفضله وعندي في بيتي، اللي هو الخشب السويد، عشان خفيف و يعني بيستحمل الحركة والهرس وكل حاجة. غير الزان زي ما احنا قلنا حلو وكل حاجة، لكن تحطه وما تحركوش، لو حركته كده بيبوظ منك. اما السويد لا، طبعا السويد تشيله هنا تجيبه هنا تحطه هنا، مش هيقول لك لا. التاني بيقول لا، ليه؟ مع الحركة خلاص اتفصص من بعض. الطقم اللي انا كلمتكم عليه اللي هو كان فيه تعديل ده كان زان، مع الحركة بقى البتاع عامل زي المرجحة، اتفصص من بعضه واللسنة والكلام ده لانه ما فيهوش مسامير، فاتخلع من بعضه وبقى بيروح ويجي. فطبعا غريناه من الاول وحطينا خشب وعملنا خشب مولل عشان يمسكوا، بفضل الله بقى تمام. بس لو الحاجات دي بيبقى فيها حركة ياما بتحصل البوظان من ده. اما لو هو خشب لازم يبقى فيه موبيلي او كده، فلازم يبقى زين طبعا، ولازم يتحافظ عليه ما يتحركش عشان ما يتهنش ويتفصص من بعض. ده كان الفيديو بتاعنا، ان شاء الله بوريلكم الحاجات ديت بعد ما تتشطب، سواء الركنه ديت او الركنه دي في فيديو ودي في فيديو. وهنا في حاجه صغيره العميله عايزاه شلته متحركه فوق وتحت ثابته، فانا قلت لها ما ينفعش، هي عايزه كده، قلت لها يبقى في فرق، ده واطي وعالي، هي برضو عايزه كده، خلاص هي براحتها، بس احنا بنتكلموا في الاصول. فهي خرجت عن الاصول بالنسبه للتنجيد بتاعنا، فهي براحتها. بس ايه، انا هوريلكم الفارق ما بين الثابت والمتحرك وانهي الاشيك يعني. فهي معروفه الاشيك هيبقى الثابت، لانه كله حته واحده ستايل واحد وكله ستاندرد. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.